اللهم أعز الإسلام والمسلمين. خطوات صغيرة: إيجاد الطريق الصحيح، البحث عن تغييرات وتقدير هبة الحياة. بهذه الكلمات عبرت اللاعبة البرازيلية كاثرين سوزا لاعبة ريال مدريد السابقة والنصر السعودي الحالية عن اعتناقها للدين الإسلامي. وقد نشرت اللاعبة البرازيلية صورا من داخل الحرم المكي واعتناقها رسميا الدين الإسلامي: اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وكتبت عبر انستغرام: خطوات صغيرة وإيجاد الطريق الصحيح، البحث عن تغييرات وتقدير هبة الحياة. وانضمت لاعبة خط الدفاع البرازيلية كاثرين سوزا صاحبة 29 عاما إلى نادي النصر السعودي في أغسطس 2024، وتمكنت خلال فترة وجيزة في تحقيق عدة إنجازات فردية، من بينها الفوز بجائزة لاعبة الشهر في الدوري، إضافة إلى جائزة أفضل لاعبة في كأس السوبر السعودي. وبدأت سوزا مشوارها مع كرة القدم منذ طفولتها في البرازيل، حيث خاضت تجربة قصيرة ضمن فرق الفئات السنية مع نادي سانتوس البرازيلي، حيث انتقلت بعد ذلك للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك واصلت مسيرتها الأكاديمية والرياضية، إذ درست في جامعة لويفيل ثم في جامعة سنترال فلوريدا، حيث واصلت تطوير مهاراتها الكروية إلى جانب دراستها الجامعية. ووثقت اللاعبة البرازيلية اعتناقها للدين الإسلامي بصور مؤثرة من داخل الحرم المكي. مواجهات تنتظر النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في الدوري المصري: سيواجه النادي الأهلي نظيره الجونة في تمام الساعة 9:30 يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري. بينما سيواجه النادي الأهلي نادي سموحة يوم الاثنين المقبل في تمام 9:30 مساء في الجولة 19. أما في الجولة 20 فسيواجه النادي الأهلي نادي زد يوم السبت 28/2، حيث سيواجه الأهلي نظيره زد في تمام الساعة 9:30 في الجولة 20. أما بالنسبة للمقاولون العرب فسيواجه النادي الأهلي المقاولون العرب في تمام الساعة 9:30 يوم الخميس 5/3/2026 في الجولة 21 من الدوري المصري. والنادي الأهلي سيواجه في الجولة 15 نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة 9:30 يوم الاثنين 9/3/2026. مصطفى قبيل يحصل على وعد الانضمام إلى النادي الأهلي خلال الصيف المقبل. كشف مصطفى قبيل لاعب أربيل العراقي بأن إدارة النادي وعدتني بالموافقة على رحيلي بعد نهاية الموسم بعد أن رفضوا انتقالي إلى الأهلي في يناير. لدي عروض من أندية في الدوري المصري والسعودي والعراقي إلى جانب عرض أوروبي، ولكنني أحلم بالانتقال إلى أوروبا. شوبير خلال تصريحات إذاعية: أنا قبل المباراة بأيام طالبت جمهور الأهلي بالهدوء، وقلت إن الفريق متأهل بالفعل، وإن الجمهور عنصر مهم جدا في الفوز، لكن لازم التشجيع يكون بشكل منضبط. قلت للجمهور خلوا الأمور تمشي بشكل كويس ومحدش يدي فرصة لأي مشكلة، لأن دور المشجع إنه يدعم فريقه بدون تجاوزات أو أزمات. للأسف مهما حذرت ونبهت في النهاية بتحس إن محدش بيسمع، ونفضل قلقانين من عقوبات أو غرامات أو حتى منع الجمهور من الحضور، وده أمر صعب ومش مفهوم بالنسبة ليا. مصدر من النادي الأهلي للقاهرة 24: جمهور الأهلي لم يرتكب أي شغب أو خروج عن النص منذ انطلاق دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وفي حالة وجود عقوبة بسبب إلقاء زجاجات فارغة داخل أرضية الملعب ستكون مع إيقاف التنفيذ وتغريم النادي ماليا فقط. للبحث عن خروج آمن من الأزمة المالية التي طحنت بالزمالك مؤخرا. موقع القاهرة 24: مستثمرون إماراتيون: خطة الزمالك للتغلب على الأزمة المادية. يعمل مجلس الزمالك على توفير موارد مالية للنادي خلال الفترة المقبلة. بيجري تجهيز ممر بوابة جامعة الدول العربية لتحويله إلى منطقة تجارية وإدارية. ستتضمن الممر مكاتب إدارية ومنافذ بيع لعلامات تجارية شهيرة. هناك مفاوضات متقدمة مع مستثمرين إماراتيين من أجل توقيع العقود. شرطين في عقد كامويش حتى يكون هناك إلزامية في الشراء من جانب النادي الأهلي.
كشف موقع يلا كورة بأنه لابد من توفر شرطين أساسيين حتى يتم تفعيل بند إلزامية الشراء في عقد كامويش. الشرط الأول أن تكون نسبة مشاركة كامويش مع النادي الأهلي تتخطى نسبة 75% من عدد مباريات الفريق خلال فترة الاستعارة. الشرط الثاني يجب على كامويش تسجيل 15 هدفا في جميع البطولات مع النادي الأهلي. 3 مواجهات عربية خالصة. قرعة دوري أبطال أفريقيا. أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن 3 مواجهات عربية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، ونهضة بركان سيضرب موعدا مع الهلال السوداني، وبيراميدز سيواجه الجيش الملكي. أما عن مواجهة صن داونز فسيواجه ستاد مالي. ومن ثم الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي سيواجه الفائز من مواجهة نهضة بركان والهلال السوداني، بينما سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي الفائز من مباراة صن داونز واستاد مالي في نصف نهائي البطولة. ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أيام 13 14 15 من شهر مارس المقبل، بينما ستقام مباريات الإياب أيام 20 21 22 من نفس الشهر. مواجهة مغربية خالصة. قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. كشفت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستار عن منافسات ربع نهائي البطولة، حيث سيواجه الوداد المغربي وأولمبيك أسفي بعضهما البعض في صدام مغربي خالص، وسيواجه اتحاد العاصمة الجزائري منيما يونيون الكونغولي، بينما سيواجه الزمالك المصري أوتوهو الكونغولي، وسيضرب موعدا المصري البورسعيدي مع شباب بلوزداد الجزائري. مواجهات نارية تنتظرنا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المتوقع أن تشهد مواجهة مصرية خالصة حال فوز الزمالك والمصري في ربع نهائي البطولة. في نصف النهائي سيواجه الزمالك والمصري وجها لوجه. ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية أيام 13 14 15 من شهر مارس المقبل، بينما ستقام مباريات الإياب أيام 20 21 22 من نفس الشهر. المتأهل من صدام الوداد المغربي أولمبيك أسفي سيصطدم في نصف النهائي بالفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ومنيما يونيون الكونغولي، بينما ينتظر المتأهل من لقاء الزمالك وأوتوهو الفائز من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والمصري البورسعيدي. قرارات مجلس إدارة الرابطة المصرية. اجتمع مجلس إدارة الرابطة وقرر تفويض السيد أحمد دياب رئيس الرابطة والسيد إبراهيم الكفراوي نائب رئيس الرابطة للتفاوض على المسمى الجديد للموسم الجديد من دوري نايل، وسيتم عقد مؤتمر في شهر إبريل المقبل. كما فوض المجلس الدكتور خالد رفعت في ملف استضافة اجتماع روابط الدوريات الإفريقية وممثل اتحاد الروابط العالمي الذي سوف تستضيفه مصر بنهاية شهر مارس. وقرر مجلس الإدارة إقامة قرعة المرحلة الثانية من دوري نايل لموسم 2025-2026 عقب انتهاء المرحلة الأولى في منتصف شهر مارس المقبل. ويتمنى مجلس إدارة الرابطة التوفيق لجميع الأندية المصرية.